اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا بتنال اعجاب حضراتكم. النهارده هنتكلم عن الكتل. معانا النهارده كتل للاسف ده كان وقعه مش بسيطه، ففي اجزاء كتيره اتكسرت من القاعده نفسها. تاني حاجه هنا في اسلاك فصلت، هنشوف دلوقتي مع بعض، هنشوف الطريقه الصحيحه اللي احنا نعرف نصلح بيها الحاجه دي بكل سهوله. نجنب دول دلوقتي. لو احنا بصينا هنا يا جماعه، لو هنعيد مع بعض التقسيمه بتاعت الجهاز تبقى حضراتكم عارفينها. لو احنا بصينا مع بعض، ده مصدر التيار، بيبقوا الطرفين طالعين من هنا، في طرف منهم اول طرف بيبقى متوصل دايركت على الهيتر اللي هو ده، احنا شايفين كده متوصل على الهيتر ومتوصل على طرف واحد من اطراف اللمبه. الطرف الثاني بيكون طالع من مصدر التيار وداخل على الطرف دون، ماشي كده كده داخل على طرف السويتش او الزرار بتاع التشغيل، وبعدين لما بنشغل الزرار بترجع الكهرباء عن طريق الطرف الثاني اللي هيوصل باللمبه وهيوصل بطرف الهيتر الثاني. فكده الموضوع هنا بسيط وواضح ان الطرف ده اللي مقطوع، بس ده المفروض اللي هو اللي بياخد مصدر التيار يدخله على السويتش. هنعمله مع بعض دلوقتي حالا. كده وصلنا الطرف اللي كان مقطوع او اللي كان فيه المشكله، وغيرنا الكليبس الخاص بالطرف الثاني. هنبتدي نبص على القاعده اللي مكسوره ونشوف هنعمل ايه فيها دلوقتي. المفروض القاعده تكون راكبه كده. لو احنا بصينا للاسف الثلاث اجزاء اللي بيتركب عليهم القاعده الثلاثه مكسورين. يعني لو جبنا المسمار بتاع الكتل كده، ادي ده المسمار الخاص بالكتل، لو احنا جبنا كده وحبينا نربط ده خلاص القاعده كلها مكسوره من مكانها. تمام، هنا دي مكسوره خالص. هنشوف دلوقتي ايه الحل البديل اللي هنعمله مع بعض. المفروض ده الوضع الطبيعي بتاعه كده. فكره بسيطه وفكره هتكون عمليه جدا ان شاء الله. هنجيب اي ورد عاديه موجوده عندنا في البيت، وهنبتدي بلزق بسيط خالص ونسنتر. اهم حاجه نسنتر الجزء ده على الفتحه اللي بيركب فيها المسمار، وهنجيب نقطه امير واحده بس مش اكتر من كده، وهنيجي هنا على الورده نفسها وهنحط نقطه امير واحده، واحدة يمين واحدة شمال، وهكذا نعمل في الثلاث ورد بتوعنا. قبل ما الأمير يبتدي يمسك كويس هنبتدي نثبت المسامير بتاعتنا. نظبط كده الوردة عشان نخليها في الوسط بالظبط، نسنترها عشان دي اللي هيبقى بمثابة هي اللي ماسكة زيها زي الجزء البلاستيك البديل نفسه. هنيجي في المكان التاني برضو نفس الكلام، والجزء الثالث نفس الطريقة. هنا هنحط على جزء واحد بس عشان الجنب الثاني هو اللي فيه كسر مش موجود من الأساس. نبتدي نسنتر كمان الوردة برضو كده حبة صغيرة على أساس دي اللي هيمسك فيها اللزق وهتبقى مسكت كجزء واحد. بكده تبقى القاعدة مسكت زي الحديد مفيهاش أي مشكلة. احنا قسنا الاول وتاكدنا ان مش هيبقى فيه ارتفاع بالنسبه للقاعده. لو بصينا هنا وركبنا مع بعض القاعده مرتاحه وما فيهاش اي مشكله ولا فيه اي اهتزاز ولا فيه اي حاجه. وهنبتدي نجرب مع بعض. ادي الزرار بتاعنا كل حاجه اشتغلت زي ما هي. لو بصينا هنا دي اللمبه نورت. نرجع تاني للزرار اهو، بس خلي الاتنين يبقوا باينين في التصوير مع بعض اهو. ادي كده شغاله اللمبه تمام والزرار شغال تمام مفيهوش اي مشكله. هنعيد تركيب الغطا كده يبقى انتهينا والدنيا اشتغلت زي الفل ما فيهاش اي مشكله. شكرا جزيلا واتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو تذكروا يعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك.